السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. معاون مباحث المركز زين القناوي. يا أهلا وسهلا أنا زين بيه. زيارتين في أسبوع واحد؟ لا ده كتير علينا قوي يا باشا. عايز أعرف مين اللي اشترى منك الرقم ده؟ حضرتك يا بيه اللي اشتريته. حضرتك كيف؟ أنا اللي اشتريت منك الرقم ده؟ أيوه يا بيه حضرتك. بقى مريت ما كنت لابس كاسكيتة وقلت لي أنا زين بيه القناوي، وحضرتك اللي اخترت الرقم بنفسك. قلت لك يا فندم الرقم ده مالكش على جنابك. قلت لي لا مالكش دعوة أنت جزمة قديمة. وعشان كده حضرتك أنا قلبي حاسس إن أنا أحضر لك. اللي خد منك الرقم ده قال لك إن هو زين القناوي؟ أيوه يا بيه. مبدئيا الراجل ده منتحل شخصيتي. أنا زين القناوي وبطاقتي أهي. فعايزك تركز وتوصف لي ملامح اللي اشترى منك الرقم ده. هو يا بيه أسمر وبشنب. جبت التايه أنت، ما تلات أرباع جنى سمر وبشنبات. إيه المميز في خلقته؟ ما انا قلت لك يا بيه من اول ما قال لي انا زين بيه القناوي انا وطيت في الارض وما رفعتش عيني الا لما مشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. كل اللي سمعته منك ده مش هياكل مع والد القناوي. كيف يعني؟ يا اخته لو اتأذت مش هتفرق معاه؟ امه لو اتأذت مش هيفرق معاه؟ هيفرق معاه وهيتجنن، بس جنانه هيبقى خطر علينا. انت بتفكر بطريقة كفى المؤمنين شر القتال ولا ايه يا ابوي؟ لا يا ولدي، في قتال وفي حق لازم يرجع، بس لو حد من اهل بيته اتأذى مش هتبقى الناهية. وايه هي الناحية عاد؟ ضربة تبعده بعيد، ضربة تتوله تخليه ما فايقش حتى الروح. خير يا ادهم. بابي قال لي انك عايز تتكلم معايا. وانا لو كنت طلبت قبلك من غير بابي كنت هترفضي؟ اكيد كنت هرفض. ادهم الموضوع كبر عني وعنك كمان، ومتهيألي انت السبب في ده مش انا. ليه ان شاء الله؟ علشان انت اللي رحت حكيت لبابي كل حاجه. وانا المفروض كنت اعمل ايه؟ قافله تليفونك، سايبه بيتك، سايبه بنتك، ومش عارفه اوصل لك. والله تعمل زي ما اي راجل كان ممكن يعمل، بيسيب مراته لحد ما تهدى شويه وبعدين يشوف ايه مشاكلها ويحلها لها. انت اللي تهدي؟ انت اللي غلطتي فيا، انا اللي المفروض اهدى. ده من وجهه نظرك بس انا اللي غلطت فيك، لكن انا من وجهه نظري ما عملتش اي حاجه. وعلى فكره اوعى تفتكري ان بابي ومامي ممكن ينفعوك بحاجه. متهيألي انا كبيره كفايه قوي ان انا اخد القرار لوحدي. طب بصي بقى يا بنت الناس، واضح ان انت فهمتي مجيتي ليكي النهارده على انها ضعف. انا جيت لك عشان لسه شريكي يا هند، وعامل حساب العشره والايام الحلوه اللي بينا. جيت لك عشان لسه بحبك، انما لو حسيت ان انت هتستغلي حبي ليكي ده استغلال غلط، انا ممكن ما اوريكيش وشي تاني. بقول لك ايه، هو انت ما عندكش حاجه جديده تقولها؟ نفس البقين اللي بسمعهم كل مره. وعايز ما تورينيش وشك براحتك، انا ما بقاش فارق معايا اي حاجه. انت مستبيعه بقى. والله انت اللي وصلتني لكده. من الاخر عايزه ايه يا هند؟ عايزه اتطلق يا ادهم. تتطلقي يا هند؟ اه عايزه اتطلق. أنسة نادية، ممكن تاخدي مني الوردة دي؟ هدية يعني تهادوا وتحابوا. هدوا مين وتحبوا ايه؟ وانت مين اساسا؟ اهدي طيب، أعرفك بنفسي الأول. أنا الباشمهندس يوسف عبهادي، مهندس ميكانيكا هنيه في جنة. وكنت حابب يعني أجي أقابل زين بيه أخوكي. ما تروح تقابله، هو انا سكرتعته؟ لا مش القصد والله. أنا قصدي أجي أقابله عشان أطلب يدك، ده بعد إذنك طبعا. طب ما تروح. يعني أنت موافقة؟ انا اسف. تبقي موافقة؟ يا ابو ورده انت ما جبلتش تاخد منك الورده؟ اخدها انا. خليك في حالك يا أخ، روح شوف أكل عيشك. ما بتضيقش غير لما بتفرج. سبحان الله، القضيه دي كل ما بتعصلج هو اللي هتتقفل.
الاقي ربنا بيبعت من عنده علامات. انا ماشي في طريق عزت بيه، ان شاء الله يخليني امسك على ابن هتلر ده بدل الدليل 10. ومين سمح لك تعمل كده؟ مين بالله سمح لي اعمل كده؟ وانا كاشير في كنتاكي. اكيد شغلي اللي سمح لي اعمل كده عزت بيه. انت تنسى الموضوع ده خالص يا زين. احنا ما كسبناش منه غير انه فتح لنا باب عداوه مع اللي اسمه هتلر ده. طب افرض عزت بيه لقيت دليل. مش هقبله منك يا زين، عشان من النهارده القضيه دي ما تخصكش. طب هيبقى في ناس كتير جوه يا ريس، دلني على مين فيهم. هتنجل مقطوع من شجرة، ويا سلام لو لقيت واحد مش من البلد أصلا. نخش جوه كيف؟ هندبروا عركه صغيره كده. طب والناس اللي جوه؟ كله هيتعرك. محد التنفيذ يا ريس. ده أجل بني آدم يا ولدي. لما يجوا هقول لكم. ولو وقعت الفاس في الراس؟ لا يفتح خاشمه، اهله هيستلموه جثه. تمام يا كبير. على بركة الله. يا زين ما انت اللي منشف دماغك. منشف دماغي في ايه؟ ما على قدك يا زياد بيه. 1000 قضيه كانت اصعب من دي، وعزت بيه كان بيدينا فرصه وبنوصل لحل. اشمعنى القضيه دي اللي مصر انه يقفلها؟ ما انت اللي خليته يعمل كده يا ابني، وانت اكتر واحد عارف هو صبر عليك قد ايه على نشفان دماغك. وعزة جلالة لما اسيب القضيه دي وهوصل بدل الدليل ل1000 اللي يدين هتلر وولده. بس ساعتها اقول لهم ايه؟ اقول لهم المركز قال لي مالكش دعوه بالقضيه دي عشان تخص هتلر وولده؟ اه هي. انا لو مكانك هعمل كده. وتعمل ايه كمان؟ انصحني. هشوف شغلي. شغل اللي هو ايه؟ اللي هو طبق القانون على الغلابه بس. انما اللي زي هتلر ما يطبقش عليهم قانون. يا زين ابعد عن الشر وغني له. انت ايه يا ابني؟ مش خايف على نفسك ولا مستغني عن اهلك ولا ايه بالظبط؟ شيل ايدك من القضيه دي خالص يا زين. ايدي مش هتتشال من القضيه دي ولو فيها استقالتي. كيف يا ابوي ما نزلش الارض ومخزن السلاح؟ مين يقولك ده؟ أنا اللي بقولك ده، واللي هيساعدك هتضرب بالجزمة كمان. ليه؟ حصل مني حاجه ولا ايه؟ لا ما حصلش منك حاجة، بس أنا خايف يحصل لك حاجة. خايف من مين؟ اللي حطك في دماغه وعينه عليك، مش عايز حد يمسك عليك أياتها غلطة. طب والحد ميت يا ابوي؟ لحد ما الدنيا تهدى. بس انا محتاج فلوس. خد اللي انت عاوزه. ايه؟ هرجع اخد المصروف من تاني ولا ايه؟ ما تعودش على كده. يوه. وافتح الخزنة اهو يا مسعد. اسحب يا ولد اللي يلد عليك. ان شاء الله تسحب 1,000,000 جنيه كل يوم، لكن شغل لا. بس انا كده يدي هتطرى. خليها تطرى اليومين دول. اترعبت وقلبي وجع في رجلي، قلت خلاص انا مقتوله مقتوله. وبلف يا فاروس لقيت واحد واقف لي وماسك ورده وبيقول لي ممكن تقبلي مني دي؟ يا حبيبي طب والله كيوت، ده طلع قديم قوي. يعني كل المراقبه دي وكل تعب الاعصاب ده عشان يديكي ورده؟ شفتي؟ طلع تافه. تافه؟ بالعكس، ده طلع مش تافه خالص. ولعلمك بقى ده طلع بيفهم وتخيل رومانتيك. ها وقال لك ايه؟ مفيش.